عايزة تحسي بحلاوة الإيمان، عايزة وانت بتقرأي القرآن كده، عايزة تقرأي القرآن، كنت هتقرأي صفحة بتقرأي 2 و3 وفي الزيادة. عايزة تصلي هتصلي بس الفرض، لقيتي نفسك صليت السنة وكمان وتذكرت الحديث اللي ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. عايزه ربنا يحبك. ما صليتيش الفرض، ما انت صليتي الفرض وصليتي السنه وصليتي قيام الليل وصليتي الضحى ومداومه عليها. عايزه تدخلي وتتعمقي كده في العباده وتكوني مستمتعه بحاجه زي كده وتحسي بحلاوه الايمان فعلا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وهنعرف ازاي. حاجه بسيطه خالص. لو معاكي مثلا اناء كده، كوبايه او اي حاجه قديمة كده من زمان، من كتر ما هي مركونة وما بتتنضفش، نزل فيها تراب، نزل فيها اي حاجة كده من الجو وقعت فيها، انا مش عارفاه، محطوطة كده من زمان وما بتتنضفش او حاجة، ينفع تجيبيها هي الكوباية دي وتيجي تقولي عاملاها عسل؟ حاجة حلوة اهي. لا طبعا، لازم تنضفيها الاول عشان لما تيجي تشرب العسل اللي فيها ده تحسيه عسل فعلا، مش تحسيه فيه شوائب وطعمه بيتغير خالص ومش حلو، ما تحسيش بلذة اصلا وانت بتشربيه كده. تمام، يبقى نعمل ايه؟ تنضفيها، تنضفي الكوبايه الاول كويس وتحط فيها الحاجه الحلوه اللي انت عايزاها عادي. ساعتها كده هتشرب اللي فيها ده بنفس. برضو كذلك القلب، لازم ننظف القلب الأول، ننظف من المعاصي، نداوم دايما على الاستغفار والصلاة على النبي ونجدد الإيمان تاني ونتوب لربنا. يعني باب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة، يعني لسه قدامك فرصة إنك تتوبي يعني قبل لحظة الموت ما تيجي، قبل ما خلاص حظك في الدنيا يخلص ونصيبك من الدنيا العمر ده يعني نصيبك من الدنيا خلاص. يبقى انت كده لازم ننتهز الفرصة دي، التوبة، الاستغفار. نظفي قلبك الأول من اللي فيه، من الذنوب ومن المعاصي، من كل ده. تلاقي نفسك بقى وانت بتصلي مستمتعة بالصلاة، تلاقي نفسك وانت بتقولي أذكار حاسة كده بسعادة كده. تمام، وهو فعلا ربنا قال في القرآن مفيش حاجة تريحك وتطمن قلبك وترزق بسعادة كده في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايشة بقى في زعل وخنقة ودي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هتلاقي نفسك لو لقيتي نفسك كده في حاجة في حياتك مش متظبطة وانتي متضايقة زعلانة من حاجة، يبقى اعرف ان في حاجة جواكي كده مش متظبطة. ظبطي من جوه. ظبطي ايه من جوه؟ نظفي قلبك بالتوبة وبالاستغفار. تمام، وجددي دايما الإيمان في قلبك. هتلاقي نفسك بتقولي كده وحشتني يا رب، هروح اقوم اصلي ركعتين اقعد مع ربنا شويه. هتحس انت كده القرآن، عايزه اقرا القرآن. اما بقرا بتعلم حاجه. يعني ممكن تعدي عليك الآية مرة و22 وانت مش واخده بالك من المعنى خالص، ممكن في المرة المليون تستوعب بقى الكلام اللي اتقال. فمن كتر التكرار هتتعلمي، كل ما التكرار هتتعلمي حاجة ايه جديدة. يبقى الشاهد ان انت تنظفي قلبك الاول، استغفار وتوبه من الذنب وكل ده، عشان لما تعملي اي طاعه تحسي فعلا بحلاوه الايمان. ما تنسيش شير ولايك واشتراك لو اول مره تشوفيني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.